فام سبيسيال سانتي باي ميد بوانتين اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تنجموا تلقاو فيه اقرب طبيب ليكم تنجموا تاخذوا معاه موعد على الانترنت. Allo IFM spécial santé by Med.tn وبرعاية كارت اسيورانس. ضيفي لليوم في هذا الموعد من الو اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوانتين دكتور جاسر معتوقي اخصائي جراحه المسالك البوليه. دكتور اهلا وسهلا. صباح الخير ريج، شكرا على الاستضافه. مرحبا، شكرا لك على حضوركم معنا دكتور. احنا اليوم باش نحكي يمكن على موضوع طرقنا له قبل دكتور، سرطان البروستاتا، ولكن اليوم باش نركزوا على اهميه الفحص المبكر، ونخليك انت حتى تفسر لنا المناسبه اللي نحن فيها في علاقه بسرطان البروستاتا. شكرا ريج. اليوم باش نحكيو على سرطان البروستاتا اللي هو اكثر سرطان موجود عند الرجال فوق ال 50 سنه، وكما تعدى شهر اكتوبر الوردي اللي صارت فيه حملات كثيره للتقصي على سرطان الثدي عند المراه. الى طون الشهر هذا شهر نوفمبر بلو باش نحكيو اكثر تفاصيل على سرطان البروستات واهميه الكشف المبكر والوقايه منه. مهم جدا، والحقيقه هاني نخدم في الاعلام دكتور، نحب نقول انه السنة هذا العام أكثر مرة سمعت بها بومضات أو يمكن تحركات وتظاهرات في علاقة ب معناها تحسيس الناس وأهمية التقصي والكشف المبكر لسرطان البروستات. خلينا نبدأ نحن بالمرحلة كان ذكرنا دكتور شنو هو تحديدا. البروستات هي غدة موجودة تحت المثانة، غدة ماسكولين عند الراجل أكا، مش موجودة عند المرأة. الغدة هذه الوظيفة متاعها أن تصنع جزء من السائل المنوي يتعدى فيها المجرى متاع البولة والقنوات المنوية. بالعمر البروستات هذه تبدأ تكبر بشوية. في أغلب الحالات يكون تضخم حميد البروستات، هيبرتروفي بنين للبروستات، وفي بعض الحالات ينجم يكون فما كونسير للبروستات أسوسيي. هذاك علاش أهمية الفحص المبكر للرجال أبارتير من 50 سنة اللي باش نحكيو عليهم. باهي، هاتا نوصلوا نحن لأهمية الكشف المبكر. تقول دكتور أنه ديجا فهمنا واحد من العوامل، خلينا نقولوا، اللي هي التقدم في السن، حاجة طبيعية، أما يكون تضخم حميد أو ينجم يكون سرطان في البروستات. خلينا نتعرفوا أكثر على يمكن أبرز عوامل الخطورة. وي، عوامل الخطر ولا لي فاكتور دو ريسكوم. اول حاجه التقدم في السن فوق ال 50 سنه. الحاجه الثانيه هو وجود حالات في العائله، ابارونتي دو بريمي دوغري، الخو، البو، العم، والا فاكتور دو ريسك دو جينيتيك زاده انتيسيدون دو كونسير دو سان عند الام ولا عند الاخت زاده. كيف هذا لي زيتود جينيتيك تو وراو انه فما ليان ما بين الكونسير دو سان et le cancer de la prostate. C'est un lien génétique qu'il faut chercher. النظام الغذائي أيضا غير الصحي عنده علاقة بتكون سرطان البروستات، وقلة النشاط البدني. هذوما أهم لي فاكتور دو ريسك. واضح بهذوما الأبرز اللي لفتت انتباهي في علاقة بيمكن العامل الوراثي، راهو لا مش من الجانب الرجالي فقط أو الذكوري فقط، لا راهو حتى يعني كما أي مرض في علاقة بتاريخ العائلة الصحي والمرضي ككل. يعني سرطان الثدي عند الأم أو الأخت دكتوري، خلينا نجمو نركزوا شوية أو نشوفوا حالة البروستات عند الأخ، الابن، إلى آخره. مهم جدا. يلا نحكي توا على الكشف المبكر وأهميته دكتور جاسر. أهمية الكشف المبكر هو أنه السرطان هذايا في البداية متاعه يقعد سنوات هو موجود في البدن، يبدأ يتكاثر وينتشر بشوية ويكبر وما يعطي حتى سمبتوم. هذاك علاش الكشف المبكر يخلينا نشلقوا بالمرض هذايا وهو مازال في ما عطاش أعراض، مازال ستاد بريكوس. هذاك علاش الكشف المبكر على المرض هذايا ستاد بريكوس يخلي انه العلاج يكون بلوز افيكاس، اقل تكلفه واقل ضرر. اقل تكلفه على المريض وعلى الدوله، واقل ضرر على المريض، واكثر فاعليه بالطبيعه. مهم جدا. وسائل الكشف هذه اهميه الكشف المبكر، ولكن كيفاش تصير العمليه؟ فما حاجتين مهمين ياسر في الكشف اللي هما الطب الكل يعرفوا كيفاش، ما شاء الله عليهم، كو سوا ميدسان فامي، ميدسان جينيراليست، ولا ميدسان بيرولوج سبيسياليست، اللي هما لو توشي ريكتال، الفحص السريري، الفحص المستقيم، نمسوا البروستات بصبعنا وهكاك نشوفوا التكستور، الملمس نتاع البروستات معناتها لاباس ولا لا، فماشي نودول سوسبي. والمويان الثاني اللي هو تحليل بسيط اسمه البي اس ا، هذا يتعمل ماهوش غالي برشا ويحضر في نهاره. دونك بي اس ا اي توشي ريكتال.
مع بعض لأنه دكتور عندي شوية أسئلة هنا من بعد في علاقة يمكن بالمفاهيم الغالطة أو ال الأفكار المغلوطة اللي تكون موجودة، ولكن مادام بدينا نحكيو على كيفية الفحص والكشف خلينا نتعرفوا على الأعراض. سورتو أنه تقولنا الدكتور راهو ينجم يقعد سنوات في الفترة الأولى ما فماش أعراض. وهو كذلك بالنسبة للأعراض السوفي بداوا يتكونوا الأعراض ولا ولاو موجودين يظهروا وقتا نخافوا أنه المرض ديجا بدا ينتشر وماهيش حاجة باهية. وشنو الأعراض اللي تنجم تكون أسوسية للكانسير دو البروستات؟ ضعف في تدفق البولة، زربة في البولة، قومان برشا في الليل، المريض يقوم برشا مرات في الليل باش يتبول، دم في البولة وإلا دم في المني، وإلا ساعات آلام في الحوض، وإلا آلام في العظام معناتها دي دولور اوسوس، والا فما معناتها بعد ساعات المريض يبدا عنده ضعف جنسي. السيمبتوم هذوما ما همش سبيسيفيك لسرطان البروستات، ما يعنيوش بالضروره فوالا اللي هو عنده سرطان البروستات. فما دوتر دياغنوستيك ايفوكي بارمي او لو كانسير دو لا بروستات. كذلك علاش il faut se faire dépister. به هذوما الاعراض اللي خلينا نقولوا لا قدر الله راهو ما لازمنيش نقعدوا نستناو في الاعراض هذه تظهر باش نمشي ونعديو. هذاك علاش هي التوعيه تصير في الشهر هذا. انطلاقا من 45 سنه دكتور ما فيها باس الرجل يتفقد روحه هكا او اكثر من 50 سنه والا ابارتير من 45 سنه اذا كان عنده عوامل الخطر اللي حكينا فيهم نوتامون انتيسيدون فاميليال، تاريخ عائلي فيه سرطان البروستات او الثدي. مهم جدا. به نسألك دكتور، قلت لك هي واحدة من الأفكار المغلوطة يمكن مع برشا آخرين في علاقة مثلا بالفحوصات. يقول لك لي مثلا فحص معين يزي مش لازم الزوز فقط هاو طلع على بيس، ولا يقول لك لي تينا مازلت صغير معناها هاو يقول لك البروستات تصيب أو سرطان البروستات تصيب كان كبار السن إلى آخره. نتصور الدكتور من خلال لي كونسلتاسيون لي باسيون اللي يجيوكم عندكم برشا أفكار من النوع هذا. يعطيك صحة ريج على سؤال. فما بعض المفاهيم الغلطة اللي نحبوا نصلحوها. فما برشا عباد يظنوا انه البروستات هذايا مربوط بالتقدم في السن. هو صحيح راهو ماهوش غلط، وانما توا قاعدين نشوفوا دو بلوز اون بلوس دي كونسير دو لا بروستات عند دي سوجي دو بلوز اون بلوس جون، سوجي معناتها 48 سنة 52 سنة معناتها جون كلهم صغار في العمر. والحاجة المخطرة في هذا انه الكونسير هذا كي مثل السوجي جوني في العادة يكون بلوز اغريسيف ومخطر اكثر معناتها. فما شكون يقول لك التوشي ريكتال هذا الفحص المستقيم محرج شوية ويقلقني ونحشم وكل شيء. ما لازمكش تحشم من طبيبك، يلزم يعدي عليك بالكدا خاطر التوشي ريكتال هذا ينجم يشلق بالنوديول هذا كعبوره مش باهيه في البروستات على بكري، وكما قلنا الدواء يكون بلوز افيكاس. فما شكون يقول لك تحليل البي اس هذا وحده كافي، ما فماش علاش نعمل الفحص السريري. البي اس وحده كي يبدا نورمال الى راسيورون وي، اما يلفو لو كوبلي للفحص السريري زوز مع بعضهم معناتها يخليونا نعمل. ما نخليوش الاحراج او الحشمه يعني تحدد طريقه انه نطمنوا على صحتنا، يعني ما نقروش ميسالش حتى اذا كان يكون يمكن فما حرج معين، ولكن راهو الطبيب هذيك هي مهنته وما فيهاش حرج. الحكايه او الفحص هذا كما اي فحص اخر. دكتور حكينا على عوامل الخطر يمكن اهميه الفحص المبكر، ولكن يقول قائل كيفاش يمكن الرجل ينجم يحمي روحه او يقي نفسه من انه يصاب بسرطان البروستات؟ بالنسبة للوقاية الدراسات ورات أنه النمط الغذائي السليم وخاصة الخضروات مهم جدا، تناول الخضروات بصفة يومية وبصفة منتظرة. الطماطم، الثوم، البصل، البروكلو هذوما دونك الغذاء هذايا غني بمضاد الأكسدة دي زانتي أوكسيدون، ولي زانتي أوكسيدون يحميهم من لي كونسير بصفة عامة وخاصة سرطان البروستات. ننصح المرضى باش ديما تكون عندهم اكتيفيتي فيزيك ريغولير، الرياضة كل يوم، ورياضة معناتها ينجم يعمل نص ساعة مارش كل يوم سي لارجومون سوفيزون. هذا هو والديبيستاج اللي نحكيو عليه مهم جدا، يعني يمكن بسيطة جدا الحكاية أمام بعد تقدم أو خطورة المرض. مشكور جدا، يعطيك ألف صحة. شكرا ليك دكتور جاسر معتوك. كان سينا حاجة تحب تذكر بها دكتور تفضل. نحب نقول المرضى ما تحشموش، عديوا عند الطب نتاعكم، فيت فو ديبيستي كونتر لو كونسير دو لا بروستات، راهو الوقايه خير من العلاج، وان شاء الله لاباس الناس الكل. امين يا رب ان شاء الله لاباس للجميع. مشكور جدا دكتور جاسر معتوق، اخصائي جراحه المسالك البوليه. كانت هذه مستمعينا الو يا فام سبيسيال سانتي باي ميت بوانتين لليوم، واصلين معاكم حتى 10 متاع الصباح.
راديو ريفي مع أريج الحمروني على